السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بكم. لا صحة لفرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة اللي جاية من الخارج، وإن الرسوم هي بدون زيادة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مفيش رسوم إضافية ورسوم هي. طب الرسوم كانت كام؟ وهعدي بكام جهاز شخصي وبعد كده أدفع جمارك؟ وهل في فعلا تطبيق بينزل على الهاتف المحمول ولازم أسجل عليه تليفوني؟ طب انا لو هشتري جهاز جديد من مصر هعرف منين انه مسجل ومش متهرب من الضريبه الجمركيه؟ وايه الاجراءات الاحتياطيه اللي لازم اعملها لما اجي اشتري جهاز جديد؟ طب والكلام ده كله بقى هيتطبق امتى؟ هو كل ده بقى هنعرفه سوا النهارده. خليكم معانا ومستر تك. لو بتتابعنا لاول مره ما تنساش تضغط سبسكرايب وتشترك في القناه، وما تنساش اللايك الجميل وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناه مستر تك. أكد الأستاذ شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية خلال مداخلة له على برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد أنه لا صحة لما تردد من شائعات على فرض رسوم جمركية إضافية على الهواتف المحمولة، وأكد أن الرسوم هي بدون زيادة. وأكد أن 95% من الهواتف المحمولة موجودة حاليا بمصر متهربة من الضريبة الجمركية، وأن 5% فقط هي المسجلة ومدفوع عليها ضريبة جمركية. طب ايه الاجراءات اللي هتتعمل وانا داخل في المطار؟ وهل لازم انزل تطبيق على موبايلي؟ اللي هيتعمل كالاتي: هتنزل تطبيق على هاتفك الشخصي وتسجل عليه بياناتك، والتليفون ده هيعدي بدون ضريبة، وعلى ذلك عليه ضريبة. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك وانت داخل المطار هيبقى معاك التليفون بتاعك الشخصي ده اللي هتنزل عليه التطبيق وتسجل عليه بياناتك، غير كده هتدفع عليه ضريبة. يعني حضرتك هتسجل موبايل واحد وده اللي هتسجل عليه بياناتك ومش هتدفع عليه ضريبة. لو معاك اكتر من موبايل هتدفع عليهم ضريبة. يعني انا جاي النهارده من بره ومعايا تليفوني الشخصي ومعايا كام جهاز لاولادي لاصحابي، لا انسى الكلام ده كله. اي جهاز زيادة عن تليفونك الشخصي هيدفع عليه جمارك. طب اللي مش هيسجل وهيعدي بالتليفون من الجمارك، في الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ في الحالة دي هيجي لحضرتك رسالة على الهاتف المحمول أول ما توصل الشريحة، وإنك لازم تسدد خلال 90 يوم، وإلا هنضطر آسفين بقطع الخطوط. يعني الخط بتاعك مش هيبقى شغال لا إرسال ولا استقبال على جميع الخطوط. وأكد الأستاذ شريف الكيلاني خلال المداخلة أن الهواتف المهربة شهريا يقدر ثمنها من 5 ل 6 مليار شهريا. طب ايه الاجراءات بقى اللي انا لازم اعملها وانا بشتري جهاز من مصر؟ مش جاهز يكون متهرب. طبعا حضرتك وانت بتشتري جهاز جديد لازم تشتريه من مكان موثوق منه، ولازم طبعا يكون بفاتوره. وعايز اقول لك ان الفاتوره كمان لازم تكون فاتوره ضريبيه عشان تشتري الجهاز وانت مطمن. طب اعمل ايه بقى لو اشتريت جهاز وجيت اشغله لقيت بعت الرساله ان عليك ضريبه؟ في الحاله ديت من حقك انك ترجع الجهاز وتاخد ثمنه فورا، والا هتشتكي التاجر في حمايه المستهلك. والافضل طبعا انك تشتري من مكان موثوق منه، وما تنساش الفاتوره اللي هتحفظ حقك. وعن سؤال سيادته عن زياده اسعار الموبايلات، اكد الاستاذ شريف الكيلاني ان في 4 شركات لتصنيع المحمول في مصر وهينزل انتاجها قريب جدا، وده هيحد من زياده الاسعار. طبعا دي مفاجاه جميله جدا، 4 شركات مصريه هتنزل موبايلات. دي حاجه جميله جدا. اهم حاجه طبعا تكون الجوده عاليه. طب بقى بالنسبة اللي بيشتغل بره ورايح جاي على مصر وطبعا بيحدث تليفونه كل فترة، ايه المدة بقى اللي من حقه فيها انه يغير تليفونه اللي مسجله على التطبيق؟ يعني لو هو جه السنة دي مثلا ومسجل تليفونه على التطبيق، سجل الهاتف الشخصي بتاعه على التطبيق، وجه بعد سنة مثلا ومعاه تليفون تاني جديد، هل هيدفع عليه ضريبة ولا هيعدي عادي؟ أكد الأستاذ شريف الكيلاني خلال المداخلة أنه لم يتم تحديد مدة حتى الآن، وأن الأجهزة في تطور مستمر من 4G ل 5G والإي ام وهكذا، فلم يتم تحديد مدة حتى الآن. طب بالنسبة بقى للهواتف اللي جاية من بره، هتعرفوا منين المسجل من غير مسجل واللي عليه ضريبة واللي مش عليه ضريبة؟ يعني بمعنى أصح، حضرتك أول ما الجهاز يشتغل وزارة الاتصالات هتعرف منين إن الجهاز ده مسجل، وبناء عليه مش هتبعت له رسالة بين الغير مسجل واللي عليه ضريبة وهيتبعت له رسالة.
فأكد الأستاذ شريف الكيلاني أن الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات مسجلين جميع الهواتف المحمولة برقم الباقة الخاص به، وعارفين الجهاز المسجل من الجهاز الغير مسجل واللي عليه ضريبة، وبيظهر عندهم على طول وفورا بيتبعت له رسالة. ولازم طبعا يدفع الضريبة خلال 90 يوم وإلا جهازه هيصبح حتة حديدة في إيده. طيب بقى بالنسبة للسياح اللي جايين مصر، هل هيدفعوا ضريبة على التليفونات اللي داخلين بيها؟ بالنسبة للسائح اللي جاي مصر، أكد الأستاذ شريف الكيلاني إن الموبايل اللي معاه أساسا مش هيسجله، لأن هو أساسا مش هيقعد أكتر من 90 يوم، وكده كده الموبايل معاه بعد 90 يوم مش هيشتغل، كده كده السائح مش هيقعد أكتر من 90 يوم. طب يا ترى إمتى بقى الإجراء ده هيتطبق؟ يعني إمتى ميعاد تطبيق الضريبة وإجراءات التسجيل؟ أكد الأستاذ شريف الكيلاني أنه حتى الآن في مرحلة التجارب، ولكن هيتم التطبيق خلال أيام. نيجي بقى لآخر حاجة وأهم حاجة، إيه هي قيمة رسوم الضريبة الجمركية الحالية؟ فأكد الأستاذ شريف الكيلاني خلال المداخلة أن الرسوم الجمركية تقدر بحوالي 38.5%، وبتكون تقسيمتها على ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والضريبة الجمركية، وبيكون الإجمالي كله حوالي 38.5%. ده طبعا يخلي حضرتك تفكر مليون المية وانت بتشتري انك لازم تشتري من مكان موثوق منه ويكون معاك الفاتورة بتاعتك. الخلاصة يا جماعة، اي حد جاي من بره لازم يسجل موبايله الشخصي، واي موبايل زيادة معاه لازم يدفع عليه ضريبة والا هيبقى معاه عبارة عن حتة حديد. وبالنسبة للي داخل مصر لو عايز يشتري موبايل جديد لازم يشتري من مكان موثوق منه، وطبعا زي ما قلنا ما ينساش الفاتورة بتاعته اللي هتحفظ حقك. وخلي بالكم انتوا بتشتروا يا جماعة يكون من مكان موثوق منه. وبكده نكون وضحنا كل شيء بخصوص الموضوع ده، واي جديد ان شاء الله هنعلن عنه. خليكم متابعينا ومستر تك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. واي سؤال او استفسار سيبوها لي في التعليقات وبحاول ارد عليكم في اقرب وقت ممكن. وما تنسوش الاعجاب بقناتنا على الفيسبوك والتيك توك، محمد موسى، مستر تكنولوجي ومستر تك. وشكرا على حسن متابعتكم.